السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. وصفتي اليوم رائعة جدًا، بمقادير متوفرة في أي بيت، رائعة، فتية كتذوب في الفم. إذا بسم الله على بركة الله، غادي نمر مباشرة باش نشوفوا مقادير وصفة اليوم. عندي 3 د الكيسان ديال الزنجلان محمر، عندي كأس ديال الزبدة مذابة، عندي 2 كيسان، الربع نتاعهم نتاع الخل والباقي زهر. كما كتشوفوا معايا عندي كأس ديال اللوز، عندي رأس ملعقة ديال الخميرة الكيماوية، رأس ملعقة ديال الخميرة معجنة، والملح. عندي 4 المعالق ديال النافع، الزعفران شعرة، وهنا كيلو وربع ديال الدقيق. كيلو وربع يعني ممكن نتوما تخفضوا الكمية. هنا كيف شفتوا معايا الزنجلان واللوز كنطحنهم حتى كيرجعوا بحال أملو، بحال هاد الشكل، يعني كيوليو عجين. آه كما كتشوفوا معايا الصورة واضحة، هكا كيخصهم يوليو، ما يبقاوش فيهم الطرف نهائيا. في القصرية ديالي غادي نوضع كيلو وربع ديال الدقيق، غادي نضيف عليه الملح، غادي نضيف اللوز والزنجلان، وغادي نخلط الخليط مزيان حتى كيتلبس ليا هذاك الدقيق بالزنجلان واللوز نتاعي. ممكن تستغناو على الكأس ديال اللوز الا ما بغيتوش، يعني ممكن فقط تكتفيو بالزنجلان. اذا كنوضع المكونات نضغط مزيان حتى كيتلبس ليا هذاك الدقيق بالزنجلان واللوز. كما كتشوفوا معايا كنضيف النافع، هنا كيلو وربع ديال الدقيق درت ليه 4 المعالق ديال النافع. كنضيف الزعفران شعراء، الماء، زهر والخل. هنا كيف قلت لكم ربع ديال الكأس ديال الخل، يعني ربع صغير نتاع الخل، والباقي كنكملو بالزهر. هنا الزهر المنزلي رائع جدا، ريحة رائعة. هنا كأس ديال الزبدة مذابة كما كتشوفوا معايا. كنخلط جميع المكونات نخلطهم مزيان، او كنوضع جميع المكونات وكنخلطهم مزيان مع بعض حتى كينسجموا ليا المكونات كلهم كما غتشوفوا معايا في الفيديو. هنا غادي نوضع كأس ديال الزيت كما كتشوفوا معايا، عندي كأس ديال الزبدة وكأس ديال الزيت، يعني 2 كيسان. كنخلط المكونات مزيان كما كتشوفوا معايا حتى كينسجموا ليا جميع المكونات. كما شفتوا فهي غنية جدا هاد العجينة، كتعطي كمية وفيرة. هنا من بعد ما خلطت المكونات كاملين كما كتشوفوا معايا والدقيق تلبس ليا بجميع المكونات، كنضيف الخميرة كيف ما كتشوفوا معايا. انا وضعت القليل فقط، وكنخلط بالماء الزهر والخل كما شفتوا. كنضيف اخر كأس اللي تا هو بالزهر والخل اللي وضعت فيه الزعفران شعرة. اذا كنستمر كنخلط المكونات كاملهم. من الافضل ان العجينه ما تكونش مرخوفه بزاف باش كتجي الشباكيه رائعه. اذا هنا كيما شفتوا معايا الكأس نتاع الخل الاخر والزهر، وضعت فيه الزعفران شعره او الزعفران الحر كيف ما كنقولوا. كنستمر وانا كنعجن العجين تاعي بهذا الشكل حتى كنسالي الكميه ديال الماء الزهر والخل اللي بقات لي كامله. هنا من بعد ما ساليت العجين تاعي كنغطيه بلاستيك غذائي كما كتشوفوا معايا. كنغطيه بلاستيك غذائي وكنقطعوا الكويرات بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. من بعد ما كيتطلق مزيان انا كنخلي العجينه قاصحه شويه. كنكونوا كويرات. هاد الكويرات كيف ما شفتوا معايا غادي نطويهم بطريقه خاصه
باش كي تنجح معايا العجينة نتاع الشباكية، كنطويها على شكل مستطيل، ومن بعد كنطلق المستطيل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، وكنلويه بهذه الطريقة. كنتمنى تكون الصورة واضحة والفيديو واضح. كما شفتوا معايا كنستمر بنفس الطريقة حتى كنكمل الكمية ديال العجين اللي عندي كاملها. وهنا غادي نوريكم الطريقة كيفاش. عندي الوصفة ديال الشباكية نتاع العام اللي قبل من هذاك اللي فات، غتلقاوها في القناة، حتى هي بنفس الطريقة بنفس المقادير، يعني ما كنستغناش على هاد المقادير، رائعين جدا. كنعاود نلوي بنفس الطريقة كما كتشوفوا معايا. عجينة رائعة جدا. هنا من بعد ما ساليت الكمية ديالي كاملها كما كتشوفوا معايا كيكون الشكل ديالهم هو هذا. كنغطيهم بلاستيك غذائي وكنحتفظ بهم، وهما اللي كنكون منهم الشباكية كيف ما غادي تشوفوا معايا. هنا كنجيب وحده من العجين اللي طلقت معاكم وجمعته بنفس الطريقه. كنطلق العجينه نتاعي مزيان بهذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. كنورقها مزيان. انا ما استخدمتش ماكينه او الوراقه، فضلت انني نشتغل بيدي افضل ونخرج شكل واحد. كما كتشوفوا معايا كنورق مزيان وكنقطع على الحجم اللي بغيت. كل واحد كيبقى ليه حريه الاختيار الحجم ديال الشباكيه اللي بغا وكيفاش يقطعها. مهم انها كتكون عجينه ناجحه ورائعه جدا. كنزيل الزوائد من العجين باش نخرج شكل واحد كما كتشوفوا معايا. كندير انا فقط 4، وهنا درت 4 الاشرطه. انا فقط كندير 3 هي اللي كندير في الشباكيه نتاعي، وكتجي الشكل نتاعها مفرز ورائعه جدا. كيف ما كتشوفوا معايا فقط 3 الاشرطه اللي كنستخدم، او تعودت انني نوضع فقط 3 الاشرطه، يعني كتخرج 4 ديال الاعمده في العجينه ديال الشباكيه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا الطريقه البسيطه ديالي اللي انا متعوده عليها. كنوضع كنقاد بها الشباكيه هي هذه. كنهز واحد وكنطلق واحد، كنهز واحد وكنطلق الاخر، ومن بعد كما شفتوا معايا كنسد من الجوانب وكنقلب فقط. كنحكم الاغلاق نتاع اللور. هنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت الكميه ديالي كاملها، كتعطي كميه لا باس بها ما شاء الله. هنا انا بيتها ليله كامله لانني وضعت فيها فقط القليل من الخميره حتى للصباح عاد قليتها بالشكل اللي كتشوفوا معايا. وضعت الزيت، العسل، والاناء فاش غادي نوضع. انا سبق لي وقليت قبل، يعني جربتها. كنوضع الشباكيه نتاعي. كنظن ان كل شيء كيعرف يقلي الشباكيه ويطفيها في العسل ويوضعها في اناء باش تسقطر العسل، يعني هذا روتين نتاع الشباكيه. كنقليها كنخليها في لون موحد، كنوقف حداها وانا كندورها باش كيجيو كلهم لون واحد ومقليه كاملها كما كتشوفوا معايا. انا ما كنخليهاش في وقت طويل في العسل، كنبغيها تهز ليا فقط كميه بسيطه العسل، لحقاش السكر دابا راه مشكله كيف ما كتعرفوا. من بعد ما سالات الشباكيه ديالي كان التقديم ديالي هو هذا. كتقديم بسيط جدا، ما كنوضعش فيها الزنجلان، ما كنوضع فيها حتى حاجه باش نزوقها حتى كنبغيها. وهنا كان الشباكيه نتاعي رائعه جدا معسله كتذوب في الفم. هنا غادي نوريكم الشكل نتاعها كيفاش جا.
كما كتشوفوا معايا كتجي فتية بزاف وكتجي رائعة كتذوب في الفم. كنتمنى أن الفيديو ديال الشباك يكون نال الإعجاب ديالكم إن شاء الله، وغادي تجربوها بنفس الطريقة ديالي. شكرًا على حسن المتابعة، ونلتقي مرة أخرى في فيديو آخر من المعسلات الرمضانية.